السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كلنا بنستنى رمضان عشان نفرح بأجواءه ولمة العيلة والأكل المميز والحلويات اللي بتملى سفرتنا خصوصا في رمضان. بس في بعض الناس ما بيقدروش يصوموا رمضان بسبب حالتهم الصحية، وفي ناس ما بتقدرش تستمتع برمضان وبأكله بسبب بعض الأمراض. وعشان كده هكون معاكم من راديو انطلاقة في حلقة جديدة يوميا من برنامجكم صحتك في رمضان. معاكم دكتورة غادة عليوة، صيدلي كلينيكي وأم صانعة محتوى طبي، وهتكلم معاكم كل يوم إن شاء الله عن إزاي نصوم رمضان براحة ونستمتع بصيامنا وفطارنا بدون مشاكل صحية، ونصايح مخصوصة لأصحاب بعض الأمراض نعرف بيها إمتى يصوموا وإمتى الصيام يكون خطر عليهم، وإيه اللي يعملوه عشان يصوموا ويفطروا بأمان. في شهر رمضان ومع الصيام بنخاف على اتنين، هما مريض السكر ومريض الكبد. طبعا الناس هتستغرب ليه مريض الكبد، بس اللي عايزة أقوله لكم إننا بنخاف عليه أكتر من مريض السكر. تعالوا أقول لكم الأول إيه اللي بيحصل في الكبد وإيه دوره بالظبط وإزاي هيتأثر بالصيام. لما بناكل الأكل بيدخل لجسمنا وبيتحلل ويتحول لسكر اللي هو الجلوكوز. عشان الجلوكوز ده يدخل خلايا الجسم والجسم يقدر يشتغل لازم له انسولين. الانسولين بياخد الجلوكوز يدخله للخلايا. طيب كده كل الخلايا خدت جلوكوز ولسه في جلوكوز تاني، هيعمل ايه؟ يقوم الانسولين قايل للكبد خد السكر ده عندك وحوله لجلايكوجين وخزنه عندك لما يبقى الجسم يحتاجه. طيب وقت الراحة زي بين الوجبات وبنتحرك أو بنشتغل جسمنا محتاج طاقة، يعني محتاج جلوكوز. أو حتى وقت النوم وخليانا وأعضائنا زي القلب والرئة والمخ وغيره شغالين ما بيوقفوش ومحتاجين برضو جلوكوز عشان يشتغلوا. هيجيبوا الجلوكوز منين؟ هنا بقى بيطلع هرمون تاني من البنكرياس اسمه الجلوكاجون. الجلوكاجون بيروح للكبد بيقوله طلع الجلايكوجين اللي عندك وحوله لجلوكوز، ويروح على الدهون يكسر منها ويطلع منها جلوكوز. وكمان بيحفز تكون الجلوكوز أصلا من الأحماض الأمينية في عملية اسمها جلايكونيوجينيسيس. خلينا احنا في خطوة الكبد. الكبد هنا هو اللي بيتخزن فيه السكر في صورة جلايكوجين عشان وقت انخفاض السكر أو الصيام يطلع السكر اللازم للخلايا. بالنسبة لمريض الالتهاب الكبدي بفيروس A أو فيروس B مفيش مشكلة معاهم في الصيام. أما مريض فيروس سي من غير حدوث مضاعفات أو أي تليف برضو مفيش مشكلة معاه في الصيام، لكن لازم نظبط له الأكل طالما مريض التهاب كبدي. لو مريض دهون على الكبد ده هيستفاد من الصيام، وهيكون الصيام ليه ميزة وشفاء إن شاء الله، لأن زي ما قلنا في فترة الصيام وعدم الأكل وعدم وجود مصدر للجلوكوز من بره الجسم بياخد السكر من الجلايكوجين المتخزن في الكبد وكمان من الدهون المتراكمة ومنها دهون الكبد. أما المشكلة هنا والخوف بيكون على مريض تليف الكبد، وده حسب شدة التليف وإذا كان التليف ده مصحوب بمضاعفات أو لأ. إزاي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، مش هتأخر عليكم، انتظروني ثواني وهنرجع. ما تنسوش انكم تقدروا تتواصلوا معايا وتبعتولي أسئلتكم واستفساراتكم على رسايل صفحة راديو انطلاقة. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو انطلاقة من جديد، وحلقتنا النهاردة كانت عن مريض الكبد في الصيام، وإمتى يقدر مريض الكبد إنه يصوم وإمتى ما يقدرش إنه يصوم، وإيه اللي يعمله بالظبط لو هيصوم علشان يصوم بأمان.
اتكلمنا قبل الفاصل عن الحالات اللي يقدر فيها مريض الكبد إنه يصوم بأمان، أما دلوقتي هنبدأ نتكلم على مريض تليف الكبد، إمتى يقدر يصوم وإمتى ما يقدرش يصوم، وإيه اللي يعمله مريض الكبد بالظبط، وإيه التعديلات في الأكل اللي لازم يعملها علشان يصوم بأمان. في مريض تليف الكبد بتقل كفاءة الكبد في كل وظائفه، ومنها قدرته على تخزين الجلوكوز في صورة الجلايكوجين، وبالتالي بيكون المخزون فيه قليل، فبيجي في الصيام وخاصة بعد آخر وجبة اللي هي بتكون السحور ب6 أو 8 ساعات يبدأ الجسم محتاج جلوكوز وعايزه من الكبد، فيبدأ يبقى فيه حمل على الكبد علشان يكسر الجلايكوجين، فيبدأ مريض الكبد يحس بالتعب، وكمان لو كمية التليف كبيرة فالمخزون هيبقى قليل جدا، فهيبدأ المريض يحس كمان بأعراض انخفاض السكر وممكن يدخل في غيبوبة. فلو مريض تليف كبد متكافئ يعني مش معاه مضاعفات يقدر يصوم مع أخذ الأدوية بتاعته والاحتياطات اللي هنقولها في الأكل. لكن لو مريض تليف كبد شديد معاه مضاعفات زي الاستسقاء وبياخد أدوية بصورة متكررة خلال اليوم، أو مضرات البول على فترات متقاربة، أو هو مريض تليف كبد ومعاه سكر أو ضغط وبيتعرض لنوبات متكررة من الغيبوبة الكبدية، ما ننصحش أبدا إن هم يصوموا وهيكون الصيام خطر عليهم. فاللي لازم نعمله قبل قرار الصيام إننا نروح لدكتور الباطنة ويقيم حالتنا كويس ويشوف إذا كان ينفع نصوم أو لأ، ولو هنصوم يبقى لازم نراعي النقط الجاية. أول حاجة الملح، بلاش ملح الصوديوم في الأكل أو نقلل منه قدر الإمكان حسب شدة المرض، يعني لو التهاب كبدي نقلله، لكن لو تليف نمنعه خالص. الأكل اللي فيه دهون بلاش منه في كل الأحوال، وخاصة اللي فيه دهون مشبعة، على فكرة برضو الحلويات فيها دهون مشبعة. البروتين الحيواني زي اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء لازم ناكلها بحذر مع مريض التليف الكبدي، ما نكترش منها. الكربوهيدرات المعقدة مفيدة جدا لمريض الكبد لأنها بتحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن وسكر صعب تكسيره، فبتدي إحساس أكبر بالشبع، وسكر بنسبة معقولة على فترة أطول، وبالتالي هتقلل الجهد على الكبد في تحويل الجلوكوز وإخراجه. النشويات المعقدة زي الموجودة في البطاطس والبطاطا والحبوب الكاملة زي البليلة والشوفان والشعير وبعض الخضروات والفواكه زي البروكلي والجزر والورقيات الخضراء والموز والكيوي والرمان، وكمان موجودة في البقوليات زي العدس والفاصوليا. يعني من الآخر لو مفيش مانع من صيام مريض الكبد لازم يحافظ على أدويته في مواعيد مناسبة، ويحافظ كمان على المتابعة المستمرة، ويحافظ على أكله بإنه يقلل الملح واللحوم الحمراء والدهون والحلويات، ويزود خضار ونشويات معقدة والسوائل المفيدة. لو في أي وقت حسيت بدوخة وزغللة وتعرق وعدم تركيز لازم تفطر فورا. حافظوا على نفسكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب حالتك وشدة مرضك قرر مع الطبيب إذا كان ينفع تصوم أو لأ. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان في نفس ميعادنا بكرة الساعة 1 الظهر على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة، دمتم بخير وصحة، مع السلامة.